ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا كتير بنتسأل فيه في العيادة. ناس كتير بتجيلنا العيادة تسأل على البوتوكس والفيلر. في ناس بتسأل عليهم كأنهم باكج واحد بيتعاملوا مع بعض، وفي ناس بتسأل عليهم مش عارف ايه بيستخدم لايه، او هو مثلا قرا مقالة او كلمة في جروب اسكتوتي فروتي فهو عارف ان هو المفروض يعمل فيلر، او قرر ان هو محتاج بوتوكس. الفكرة كلها ان البوتوكس والفيلر حاجة جميلة وبتزداد الانسان جمال لو استخدم صح. زي بالظبط لما الميك اب ارتست بيعرفك ازاي انك انت تستخدم المكياج في اظهار ملامح جمال وجهك اللي ربنا كرمك بيه. فالفكرة كلها في البوتوكس والفيلر ازاي تستخدمه. البوتوكس ده بيستخدم علشان ازالة التجاعيد، مشهور جدا في ازالة التجاعيد خصوصا عند منطقة الجبهة وعن الكراو فوت الموجودة في العين. بيستخدم استخدامات تانية كتير مهمة، ليها استخداماتها لما تحتاجها وتسأل الدكتور عن مشكلتك ايه هو هيقولك. لكن لو انت قررت ان انت رايح عشان تعمل كذا، يعني ما افتكرش انك انت في اول مرة تستخدم حاجة زي ديت. انت لما هتروح هتكون قرارك صائب بنسبة 50%. القرار اللي انت واخده هيكون محتاج اضافات وتعديلات من خلال الدكتور، فلازم تقعد مع الدكتور وتتكلم معاه عن الطلب بتاعك. تقول له يا دكتور انا عندي مشكله مثلا التجاعيد في المنطقه الفلانيه، فيقول لك التجاعيد في المنطقه الفلانيه هينفع لها كذا. يقول لك اذا كان بوتوكس، يقول لك فيلر، او حتى ممكن يحتاج اجراء بسيط، مثلا حتى لو في الخيوط الجماليه اللي بتشد الوش، او في مرحله معينه هيقول لك لا مش هينفع لا بوتوكس ولا فيلر ولا خيوط، هيحتاج عمليه. لكن انت لو رحت مقرر حاجه انت مش عارف هي تستخدم ازاي وما استخدمتهاش حتى قبل كده، يعني انت ممكن تعمل حاجه واللي هيطوعك فيها هتأدي النتيجة بعيدة كل البعد عن اللي انت تتمناه واللي يظهر ملامح جمالك. فالبوتوكس زي ما اتكلمنا هو بيشيل تجاعيد. الفيلر زي ما اتكلمنا ان هو بيتحط علشان من اسمه فيلر، بيعمل املاء لمكان معين عشان لو في تجويف عايزين نملاه، او في مكان عايزين نزيد البروز بتاعه من خلال الفيلر. بل بالعكس انت ممكن تلاقي اختيارات تانية عند الدكتور يقولها لك انت ما كانتش في بالك هتكون انسب ليك، زي حقن الدهون. طب نستخدم امتى حقن الدهون؟ انا مش هغششك بالفيديو لان انا مش شايفك. لما اشوفك وتنورني او تروح لجراح التجميل اللي هتناقش معاه انت محتاج ايه ومشكلتك ايه، هيقدر يساعدك. يوم سعيد، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.